لنا من سلاح وذخيرة، وإن نفذت منا الذخيرة سنقاتلهم بالسكاكين والسيوف. وكتيبة أسود الله بريف دمشق الانسحابات التكتيكية ولا عهدها القتال حتى آخر نفس، هو شعار المرحلة النصر أو الشهادة. دعواتنا إذا مشاهدينا إلى أبطال الجيش الحر في مدينة دوما، والذي يقاتل الآن بكل استبسال دفاعا عن المدينة. مشاهدينا، في آخر الأخبار العاجلة التي تؤكدها الهيئة العامة للثورة السورية في ريف اللاذقية تواصل القصف على قريتي سلمى ودورين وسقوط عدة قذائف على المنازل. وفي اللاذقية أيضا دوي انفجار ضخم هز مدينة اللاذقية. ينضم إلينا الآن محمد خير الحوراني الناشط السياسي من درعا. تحية لك أخي محمد. الو، السلام عليكم أخي محمد. الو أخي كريم، السلام عليكم. حياكم الله أخي محمد. كيف هي الأوضاع الآن في درعا؟
أخي الكريم، من حوالي ساعة ونصف تماما بدأت عصابات الاحتلال الأسدي بقصف مدينة قصر الشام بالهاون والشركة. نعم. وأدى ذلك إلى ارتفاع شهيد واحد وعدد من الجرحى وهدم بعض المنازل. نعم. وأما منطقة قصف بتسميع أسلحة ثقيلة، تحديث طيران المروحيات فوق مدينة قصر الحرية والأحواك ومدينة العطش منطقة النجاة بكاملها. نعم. ومظاهرات في بعض القرى والمدن بحوران، وحملة اعتقالات واسعة بدرعا المحطة ودرعا البلد. أخي محمد، محي كاشف بدرعا، مظاهرة حاشدة قوية كانت قبل قليل. نعم. أخي محمد، هل أدى القصف العنيف على بصرى الحرير إلى حدوث إصابات أو شهداء لا سمح الله؟ نعم أخي، في إصابات أعداد كبيرة، وأننا نحن نشكي يعني الحقيقة وشكوى كبيرة من حالات الاختناق. يعني منذ 10 أيام إلى هذا اليوم بكل يوم هذه ترى يعني أشياء غريبة لأن راها من قبل، وهناك روائح خانقة جدا. نعم. وبالنسبة للوضع الميداني مثلا هو المشاكل كلها تحت سيطرة الاحتلال الأسدي. لا يوجد دواء نهائيا ولا أكسجين ولا أكسجين ولا خافض حرارة الأطفال ولا حي الأطفال. فهناك كثير من المواد الطبية في الكريم. نعم. أخي محمد، ماذا عن بقية المناطق؟ يعني اليوم هناك كان إحراق للمحاصيل الزراعية في طفش، هناك قصف عنيف على بلدة الإحراق التي تتعرض إلى هجمة عنيفة أيضا من قبل عصابات الأسد. أخي الكريم، بالنسبة لمدينة الإحراق أو بصرى الحرير، نحن نتكلم بكل صراحة، نعتبر هؤلاء المناطق محررة. قوات الاحتلال تضرب هذه المناطق من الخارج من المحيط، لا يتسنى لهم بالدخول إلى هذه المناطق. نعم. نعم، يضرب هذه المناطق من الخارج. يعني مثلا بصرى الحرير يضرب عليها من طريق مدينة العطش من بعد أو من أراضي سويدة. وبالنسبة للمحاصيل الزراعية في كل يوم يعني معظم الأراضي احترقت، يعني هذا أمر عادي سطر جدا. كل يوم نحن نشاهد الأرض محروقة كل يوم. إذا يعني هناك استهداف واضح لإحراق المحاصيل الزراعية، لكن برأيكم لماذا؟ يا أخي سيدنا بس سؤال يعني أنا هو مباشرة، يعني وقت ما يفوت الجيش على المنازل عندنا على منازلنا المونة التي تعتبر أساسية في كل منزل من الجبنة والزيتون واللبنة والزيت، أكثر هذه المواد المونة عندنا بحوران يكتفونها. نعم. فكيف على محاصيل زراعية هؤلاء يريدوا إجازة كاملة، هؤلاء يحاولوا أن يضغطوا عليه. شكرا جزيلا لك محمد خير الحوراني، الناشط السياسي، كنت معنا من درعا. مشاهدينا، إذا نبقى مع هذه الصور على يمين الشاشة، هذه المظاهرات الحاشدة والمطالبة بإسقاط النظام، وعلى يسار الشاشة مدينة دوما والتي ما زالت تتعرض لقصف عنيف وهجمة عنيفة من قبل نظام الأسد. إذا مشاهدينا، لا تزال مدينة دوما بريف دمشق تقصف من قبل عصابات الأسد، ونشاهد ذلك على يسار الشاشة. أما على يمين الشاشة فأحرار التل في ريف دمشق ينتفضون في مظاهرة حاشدة للمطالبة بإسقاط النظام.